السلام عليكم. رئيس الجامعة الملكية السيد فوزي لقجع يفاجئ الجمهور المغربي والعربي بهذا الخبر. قبل ما نبدأ الخبر ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قال اليوم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية في سبق صحفي لصحيفة الوطن القطرية أنه قدم شكوى لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انفانتينو، وقال: نحن اعترضنا على الحكم المكسيكي الذي ظلم المنتخب المغربي، وسينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في هذه الشكوى. وهذه المباراة تذكرنا بمباراة الجزائر والكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكان الحكم الجامبي بكاري جسامة هو من كان يحكم في مباراة الجزائر والكاميرون، ونحن اليوم نحس بالظلم الذي تعرضت له الجزائر في المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم، ونحن لا نسكت على حق المغرب ولا على حق الجزائر من هؤلاء الحكام الذين ظلموا الشعب الجزائري والشعب المغربي. وأقول لهم: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لا يريد فريقا إفريقي أو عربي في نهائي كأس العالم، وهذه كانت سبب في خروج المغرب أمام فرنسا، وسوف نواليكم بأحداث جديدة في هذا الملف الخطير. وأخيرا، لو أنت من محب المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديدنا.